هناك. وايضا هو عرض هذه في مسألة في قناتكم. جميل. قال انني قبل يعني طيب. قد الان هل معنى ذلك كل من امر بالسب وامر باللعن هسه بعد اسمح لي شيخ عدنان بعد لا انا ما قطعت. لا المسألة لا احنا مو موضوعنا هذا. هذه لحظة لابد ان تصل لانك قولك دعوة تكلم ما فيش مشكلة. تفضل. لان قولك غير مقبول، شتم ابي بكر وعمر غير مقبول عندنا، لان قولك وقول امامك الحسن ان شتم ابي بكر وعمر غير مقبول، هذا الكلام يمكن العامة يدلس عليهم، لكن هذا غير مقبول عندنا حتى تقولوا أن أبا بكر وعمر أن هكذا تقولون. إن بعض الأخوة قال إنه بفتح الهمزة بعد قال والله هذا خطأ معروف، لكن نحن في مناظرة. قولكم حتى تقولوا إن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة تقولون هكذا، وتجينا بكره رد من امامك المهدي بكره. انت لا تفرض علي يا شيخ عدنان هذه المساله خليني انتهي. الله يبارك هنالك مساله وانا نقلت رايي فيها. خليني انتهي. لا تخاطب شيخ عدنان، لا تخاطب. ليس من الادب المقاطعه، ليس من الادب المقاطعه. تريد ان تفرض علي مساله انا اقلت بين هو طلب منه يعني يا مسلم تقول لي لا افرض عليه وانا اطلب من الله، وتقول لي انا اطلب من الله واقول ما يلي اللهم لعن اصحاب نبيك الكرام. اسمع الان، اريد حاجه بسيطه ان تقولوا ان ابا بكر وعمر وعثمان الذين يمثلون ثله الصحابه الكرام مؤمنون، كذا مؤمنون، ولا تقولوا مسلمين، تقولوا أو يجوز مسلمون كذلك. اصبر، أنا لست حاكما، لست قيما على المسلمين حتى تظهر، لست قيما على المسلمين. هذا لا تنسى. لحظة أولا لا لست قيما هذه المسألة. صفاء يعني أكمل هذا الشرط مع صفاء. حتى أنه بين مسألة الشيخ عبد العال. الشيخ عبد العال هذا الكلام نعم كان هو قبل أن يؤمن بالإمام. خلاص انتهينا من عبد العال، لكن لا من انتهيت عن السد والتزم بأمر الإمام أحمد الحسن. الآن هذه صفاء هو القائد، صفاء هو القائد الحسن انه انتهى عن السب بعد ان بين الحكم السيد الامام احمد الحسن على ان كل من يسب هذا حكم كل من يسب فهو فاسق باعتبار انه قد خالف امامنا. ايوه خالف، لا لان ابا بكر وعمر يستحقان السب. انا عندي رد ايوه هناخذ صفاء شيخ صادق. نعم يعني بعد اذنك يا شيخنا كلام الشيخ صادق على العين والراس، لكن الشيخ عبد العال سليمه قال لانهما ظلموا الزهراء او هؤلاء الثلاثه عمر وبكر وعثمان الخليفه ابو بكر قال لانهم ظلموا الزهراء نعم. فكفرهم وانهم في نار جهنم لهذا السبب. وقد تناول معنا الشيخ عبد العال سليمه اكثر من مره يعني نوه عن مظلوميه الزهراء وقعد يتريق، وربما المخرج يعيد هذه القصه، فهو لم يتخلى الى الان ولم يشكك في مظلوميه الزهراء. اذا الكفر لا زال باقيا على تكفيرهم. نحن في مساله سبهم، نحن يعني في مساله الان في مساله سبهم. ناخذ الشيخ سبهم وكل من سبهم فهو فاسق. نرحب بك شيخ صفاء. اذا عبد العال سليمه فاسق. اذا عبد العال سليمه على قول الشيخ قبل ان يؤمن لكنه بعد ان تراجع عن هذه المساله. نعم. محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ محمد وضيفيك الكريمين وكل الأخوة المشاهدين، قد بين لكم الشيخ وفقه الله حكم السيد أحمد الحسن في هذا الأمر، وأنا أعتقد نحن أتينا إلى كلمة سواء وليس لتحريض الناس على الشيعة. أرجو أن أكمل مداخلتي ولا تقاطعوني، جزاكم الله خير. هذا ليس تحريض، إنما ده فيديو من كلامكم. لا بأس لا فيديو من كلامكم. لا بأس، هذا ليس كلامنا، هؤلاء الذين سبوا ولعنوا كانوا قد سبونا ولعنونا أيضا، فلا تجمعونا معهم. نحن جئنا هنا على اعتبار نحن ممثلين السيد أحمد الحسن عليه السلام، ممثلين دعوة السيد أحمد الحسن عليه السلام، فلا يحق لكم مثلا أن تأتوا بهؤلاء وتفرضوها
تحملوهم علينا أو أن تأتوا بمحاور يمثلهم أو يمثل المرجعية لتشركوه معنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إليك هذا الكلام، إن أهل مصر كفار لأنهم يعبدون أحمد البدوي، وأهل العراق ومن حولهم كأهل عمان كفار لأنهم يعبدون الجيلاني، وأهل الشام كفار لأنهم يعبدون ابن عربي، وكذلك أهل نجد والحجاز. يعني هذه فتاوى. احنا دلوقتي بنقول الشيخ الشيعي عبد العال سليمة. استاذ محمد، طيب انا سؤالي لحضرتك سؤالي لحضرتك شيخ صفاء. تفضل خدمتك. بص يعني اولا اهل مصر هم اهل سنه، يعني اهل تقوى، اهل دين، وان شاء الله لن يكون عندنا شيعة ولا تشيع على الاطلاق. وشيخ صفاء انا اقولها علانية على شاشة قناة صفا، ان الشيعة والتشيع سيندمون اشد الندم ان فكروا ان يدخلوا مصر. سيخرج المصريون من أعرانهم، الأسود المصريين سيقضون على الشيعة والتشيع، سيقضون على الشيعة والتشيع. ليس هذا محل هذه المناظرة أستاذ محمد، ليس هذا محله. اسمع بس، ما تدلسش تقول البدوي وغيره. اسمح لي خير. أنا عايز أقول مداخلتي نتجاوز عبد العال سليمة إن شاء الله. هل المظلومية للزهراء انتهت عند عبد العال سليمة وهذه العقيدة انتهت؟ ولا لسه بقي هذه المظلومية؟ سأجيبك إن شاء الله، سأجيبك. إذا تكفير عبد العال سليمة للصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعثمان لازال قائما. اسمح لي بس أجيبك. إذا كنتم تأخذوننا بأقوال هؤلاء، أولا يشاهد كل المسلمين اليوم كأن نقطة البحث كانت في سب ولعن وتكفير الصحابة. بقيت بنفس النقطة. فقال عفوا لا تقاطع. تفضل. فقال ليتك يا شيخ عندما أخذ مداخلتي لا تقاطعني. قال الأستاذ نقلا عن المهدي سلام الله عليه. قال هذا الأستاذ إنه من غير المقبول وأنه لا ينبغي إلى غير ذلك من العبارات السياسية المطاطة اللي فيها هذا عندك مطاطة، هذا عندك مطاطة، هذا حكم اللي هم الجمهور يفهم. فأنا أردت أن أنهي هذه المشكلة. فإذا بنا كنا في الحضري صرنا في البدوي. مين جاب سيرة البدوي وسيرة مصر وغيرها؟ الآن السؤال ما يلي. تفضل. نريد حتى نتفاهم معكم ومع إمامكم. السؤال الأول أن يصدر منه أمر أو حكم غدا ننتظره على شاشة القناة. ولا هو سمعنا الآن، سمعنا ولو كان في 1000 مكان في أي مكان. السؤال: هل أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة الكرام هم مؤمنون ولعنهم كفر أم لا؟ سلام عليكم. تفضل. ننتظر غدا ان شاء الله جواب ان شاء الله. طيب نطلع على محمد. انا اجيب استاذ محمد، اعطينا مجال الله يخليك. اعطينا مجال من هذه القصه يعني لا تكلمونا قرانا، ما انتهينا لندلو بدلونا في هذا الامر. جزاكم الله خيرا. تفضل. اولا عندما قلت ان اهل مصر كفار، هذا علماء الوهابيه قالوا بهذا، فهل يقبل به؟ لماذا ياخذنا بهؤلاء ولا ناخذه بكلام علمائهم؟ يعني عبد العال على الإسلامية. لحظة شوف لحظة، اسمعوا يا مسلمون. فضل. الآن بمشي معك جدلا. فضل. جدلا. هل بحثنا الآن نقطة البحث فيما يقوله الوهابيون عن أهل مصر، ولا بحثنا فيما يقوله الزنادقة عن عائشة؟ لاحظوا أيها المسلمون، أنت بالظن أصبر ليتك تصبر أنت يا شيخ، لا تعطونا مجالا. أصبر، بين المجال واضح. الوقت كله ليس من الإنصاف. أنت تظن. قل ما عندك وأقول ما عندي يا شيخ. أصبر. المسلمون والله العظيم، اقسم بالله العظيم، المسلمين على الشيعة. لك الوقت، استنى لك الوقت. شيخ صفاء اسمع للشيخ ولك الوقت. تفضل. لا اسمع للشيخ ولك الوقت. المسلمون دأب فرعون وأمثاله الخروج عن نقطة البحث. مجرد ما عرفتم الرجل يخرج عن نقطة البحث عرفوا أنه فرعوني، لأن الله نص على هذا في سورة القصص وفي سورة الشعراء. عندما ناظر موسى فرعون يقول له الله خلق السماوات والأرض، يقول له إن رسولكم الذي أرسل إليكم مليون، يقول له الله رب المشرق والمغرب، يقول له فعلت فعلتك التي فعلت أنت قتلت ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا سنين. السؤال الآن أيها المسلمون، هل كانت نقطة البحث في تكفير، شوف الصراحة، تكفير الوهابيين لأهل مصر اللي بيحجوا بمكة والمدينة ويكرمون أشد الكرام؟ هل هذه نقطة البحث وتريد تشوش وتشوه، أم نقطة البحث هي
تكفيركم لعائشة. انتهي من هذه النقطة. خدمتك بس لا تقاطع لا تقاطع. انتم قاطعتوني، ما تكلمت جملتين متتاليتين. تكلمت وسمع المصريون كلهم، سمع المسلمين كلهم أنك تكلمت عن البدوي ولم تتكلم عن عائشة، وتكلمت عن زيد ولم تتكلم عن أبي بكر وعمر وعن عبد العال. الآن ننتهي من نقطة البحث التي فتحناها، ولا تتهرب ان ترجع الوهابيين وغير وهابيين، الحكومة المصرية والأزهر كلنا عارفين القضية. الآن نقطة البحث تخلصها، أنا بفتح لك وأنا سأخصص حلقة خاصة بهدول نكشف حقيقة الوهابيين إن شاء الله. الآن سؤالي قبل ما نكشف حقيقة الوهابيين خلينا نكشف حقيقة المهدويين. الآن بحثنا في النقطة التي أثيرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من لا يحبها. بس مجرد اللي نشوف صرنا تكفيرين ولعانين. رأي مهديكم فيها وهو الآن نريد ما يلي. تفضل. هل أبو بكر سجل؟ بعدين نبحث بسئلة البدوي والحضري. هل أبو بكر وعمر وعثمان مؤمنون من أهل الجنة؟ اثنين، ما حكم من يلعنهم ويسبهم ويكفرهم؟ ثلاثة، ما حكم أمهات كتبكم، عفوا ما حكم أمهات كتبكم التي تباع اليوم في مكاتب المسلمين وتدعو إلى اللعن والطعن كالكافي وكوسائل الشريعة وغير ذلك من الكتب؟ هذه 3 أسئلة. شوف، يشهد المشاهدون كلهم معك نصف ساعة إذا ما خرجت عن نقطة البحث. بس إن جبت البدوي والحضري فعرف المسلمون كيف أردت أن توفي عن جريمة الطعن بعائشة. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. يعني أستاذ محمد، يعني هذا تكميم للأفواه، والله تأخذون كل الوقت ولا تعطونا وقتا. دعونا نجيب كما نشاء. يعني أنتم يعني أطلقتم السؤال، دعوني أجيب كما أشاء. لا تكممون فيهم وتقول قل نعم أو قل لا. لا يجوز، هذا ليست مناظرة أستاذ محمد. الناس هي التي تحكم. نحن بالنسبة لنا قلنا لكم لا نجوز اللعن والسب. نحن أتينا على كلمة سواء، والإمام المهدي جاء ليجمع الأمة الإسلامية وليس لتفريقها. وهذا كما قال لك وبأعلى صوته الشيخ، نحن نقول بأن من خالف الإمام فهو فاسق، والإمام أمر بعدم اللعن وبعدم السب. مش ده السؤال. نعم، سأجيبك يا أخي. سأجيبك. عجيب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقسم وإن لم تجب عن الأسئلة لأقطعن عنك الخط رغم مخالفة الإدارة. هاي تهديد يعني الإدارة بالأمس هذا تهديد لا من أشد التهديد دائما لي. نعم، هذا تهديد دائما لنا. السؤال بتاع الشيخ، هل أبو بكر وعمر وعثمان مؤمنون من أهل الجنة أم كما قال عبد العال سليمة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. وهل كل الأمة الإسلامية كافرة كما قال الوهابيين ومنهم العرعور؟ احنا بنسمع إيه؟ كل الأمة الإسلامية كافرة؟ لا تؤاخذونا بأقوالنا، لا تؤاخذونا بأقوالنا، بأقوال علمائكم. والله شيخ العرعور، والله العظيم أنا أتحداك أن تسمح لي أن أحاورك ولو 5 دقائق. والله تخافون من كلامي، والله العلي العظيم تخافون من مداخلتي. لا تسيل أدب يا صفاء، لا تسيل أدب. الشيخ لا يخاف من أحد. لا تسيل أدب يا صفاء. أيها المسلمون، شاهدتم أن سؤالنا كررناه 3 مرات، وأول ما بيبدأ بيقول ما نعطي. والله رغم أنف القناة، وإلا بنسحب اليوم من القناة إذا ما بتعطي نص ساعة لهذا لا صفحة نصف ساعة ومنعطل البرنامج اللي بعده، بشرط واحد إنك تجيب. هل أبو بكر وعمر يعني والله عدناها. أنا رأيي يا أخي تبوا على يا أخي ليش ما بتطيعوني؟ اكتبها